عيد ابن عمي بيقول لي ده يا ابني، قال لي والله ده هنذبحه على المقبره دي وهيتفتح لنا بتاع الاثار الكنز اللي بيقولوا عليه. هات بسرعه دي خدتهم وطلعت تجري واتصابوا على الكلب موته. في واحدة من القضايا اللي شغلت الناس وأثارت حالة من الصدمة والغضب. قصة بدأت بشكل عادي جدا، لكن نهايتها كانت أبعد ما تكون عن الخيال. تفاصيل غامضة وأسرار اتكشفت واحدة ورا التانية، وأسئلة كتير لحد النهاردة ناس كتير بتدور على إجابتها. إيه اللي حصل بالظبط وإزاي تحولت الأحداث لكابوس حقيقي؟ خليكم معايا للنهاية علشان تعرفوا التفاصيل الكاملة اللي هتصدمكم. راح مراته وحفر حفرة وقدم دم مراته قربان للجن والشياطين. وقعت النهاردة جريمة ورعب هز محافظة الفيوم من بشاعتها. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل بالفيوم، بس قبل ما نبدأ دعم ولايك للفيديو لو عجبك. يلا بينا. في محافظة الفيوم وبالتحديد بقرية دفنو، شاب اسمه محمد 33 سنة متجوز بنت جميلة جدا اسمها دنيا، عندها 28 سنة ومخلف منها 3 أطفال أعمارهم ما بين 5 سنين و3 سنين و4 شهور. في يوم من الأيام واحد دجال قال لمحمد إن في آثار تحت بيتهم بملايين الدولارات، ومحمد علشان يتأكد من كلام الدجال قال لمراته دنيا تاخد الولاد وتروح تقعد عند أهلها علشان هو هيسافر كام يوم شغل. وبالفعل بدأ محمد في الحفر، ولكن بعد 3 أيام من الحفر مفيش اي حاجة تظهر من اثار او ذهب او اي فلوس. وبعدها محمد يروح للدجال علشان يجيبه معاه البيت علشان يشوف الحفر، وان ما ظهرش اي شيء من اللي الدجال بيقوله او قاله لمحمد. وبعدها بدأ الدجال يقول شوية تعاويذ ويتمتم كده بالكلام، وقال لمحمد بعدها انك لازم تقدم قربان ودم للجن من اهل بيتك. وبعدها محمد فضل يفكر شوية، وتاني يوم راح على طول عشان يجيب مراته وأولاده من عند أهلها ويرجعوا البيت. ومحمد يقول لدنيا على كلام الدجال وقال لها احنا هنخلص على الطفل الصغير اللي عنده 4 شهور، لان احنا لسه متعلقناش بيه، ونقدمه قربان للجن ونطلع الآثار ونبقى أغنياء. دنيا مراته اول ما سمعت الكلام ده فضلت تصرخ باعلى صوت ومش قادره تصدق اللي سمعته من جوزها محمد، ورفضت تماما انها تضحي باولادها علشان اي اثار او اي ماديات. وحذرت جوزها انه يمد ايده على اي طفل من ولادها، واخدت ولادها ودخلت بيهم اوضه النوم، وما يعديش ساعه غير لما تتفاجئ بان محمد دخل عليهم الاوضه ومعاه في ايده سكينه، وشد من ايديها الطفل الصغير اللي عنده 4 شهور وجري بيه على الأوضة التانية اللي عمل فيها الحفرة. وبعدها دنيا بتصرخ وتجري ورا محمد وتقول له حرام عليك، بلاش تعمل كده في أولادي وخلص عليا أنا بدل ولادي. لكن للأسف محمد ما ترددش لحظة واحدة في مين يختار يخلص عليه، وبالفعل وافق على اقتراح مراته، وبكل بساطة شد مراته وأخدها عند الحفرة وذبحها وصفى دمها كله في الحفرة. وبعدها بدأ ينظف مراته من آثار أي دم عليها، وراح نيمها على السرير عادي خالص وغطاها، وبدأ يصرخ بأعلى صوت الحقوني مراتي ماتت، وقع عليها لوح إزاز. وكان فاكر إن الموضوع هيعدي عادي كده وهيدفن مراته بكل سهولة، لكن أهل الدنيا ما دخلش عليهم حوار لوح الإزاز ده إن هو موت بنتهم. وبالفعل اتصلوا على الشرطة والجثة راحت المشرحة، وبعدها الطب الشرعي قال إنها واخدة أكتر من 50 طعنة، واتقبض على الزوج محمد اللي اعترف بكل شيء عمله في مراته. ده كله بسبب الفلوس والغنى، وخسر دنيته واخرته طبعا. وطبعا مش هنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، ودي اخرة الطمع والجهل وقلة الايمان. وفي النهاية دي كانت ابرز التفاصيل المتداولة حول القضية اللي شغلت ناس كتير واثارت جدل واسع. ولو استفدتم من الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد اول باول، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات لان رأيكم بيهمني جدا. نشوفكم في فيديو جديد وقصة جديدة بتفاصيل اخطر واغرب مما تتخيلوا.